المواجهات التي بدأت بميدان التحرير منذ 4 أيام قراءة. صحيح وتمن الفاتوره بيزيد اكثر. نعم. والحقيقه انا لما كلموني الزملاء في الاعداد عشان اجي ما كنتش عايز اجي، لانه تغطيه التلفزيون الرسمي للاحداث منذ بدايتها يعني لا يمكن وصفها الا بانها تغطيه مشينه. ويعني شكل التلفزيون الرسمي اصبح شديد السوء لدى الراي العام. انا عايز اوري لك اختراع، لو تعملي لي كلوز اب عليه، ده اسمه ريموت. يا ريت السيد وزير الاعلام يشوفه، هو واللي ماسكين قطاع الاخبار والنيوز رومز. كل واحد عنده واحد من ده في البيت، وكل واحد يعمل كده فيبطل يشوف التلفزيون الرسمي. فانا عايز الناس تفهم انه عصر احتكار الاعلام خلص. مفيش حد مضطر يتكلم على رساله اعلاميه منحازه وليس لها مصداقيه. يعني مفيش خالص، او عامل كده خلص التلفزيون الرسمي. فاذا كنا عايزين نحافظ على التلفزيون الرسمي اللي هو احد المؤسسات الوطنيه الهامه، وعايزين نحافظ على انه يستمر في تلقي التمويل الضخم اللي بيتولاه، ونحافظ على مستقبل العاملين في التلفزيون الرسمي، ده الوقت اللي ننحاز فيه للشعب. ده الوقت اللي نبطل نتكلم فيه على الايدي الخفيه والمؤامرات الاجنبيه والاجانب اللي بتقبض عليهم والجواسيس وكل هذا يعني الخيال اللي ما عادش حد، ده خيال القرن العشرين. احنا في القرن ال21، كل الناس عندها اكسس وتقدر تشوف ايه اللي بيحصل في الدنيا. صور التحرير موجوده في مجلات على الويب سايت بعيد خالص عن الرقابه. الناس بتفتح الصور فتلاقي الجثث مرميه ورجال الامن بتمشوا بينها. بيفتحوا فيلاقوا الجثث اللي بتتسحب وتترمي في الزباله. بيفتحوا فيشوفوا الضابط اللي بينشن على عين المواطن المصري ويقضي عليه، الى اخره الى اخره. انا مش عايز اسخن، يعني مش هدفي ان انا اسخن راي العام. انا افردت مساحه لحضرتك تتكلم وتنتقد اداء التلفزيون المصري، لكن يعني منذ الساعات الاولى من الصباح ونحن نتناول الموضوع من الابعاد المختلفه ونستطلع كل الاراء، وكله كان في المتناول، وكل شيء له ان يقول ما يود ان يقوله. يعني اذا انا تقديري مخطئ، وده قد يكون، يبقى معاكم حق، ولكن انا حقيقي والله مخلص، انا حريص على التلفزيون. يعني انا بقول لكم تذكروا دايما، حطوا ده كده جنب الكاميرا في الاستوديو، تذكروا ان المشاهد مش مضطر يتفرج على القنوات الرسميه. كويس؟ اللي بيحصل، هل في مغالطات معينه على وجه التحديد حضرتك تحريتها وحدثت بالفعل تبعتها من خلال تغطيات التلفزيون؟ انت حضرتك لما تتفرجي على التلفزيون السوري بتلاقي ايه؟ مش لازم بالضروره مغالطات انه يطلع يقول مثلا انه ما فيش حد في التحرير وفي ناس في التحرير. يعني المرحله دي كان التلفزيون بيعملها قبل 25 يناير والحمد لله بطلها. الانحياز مش في سفير، احنا بنتكلم عن واقعه محدده. هل هناك واقعه محدده؟ وناخد النهارده على سبيل المثال رابع يوم من ايام الاشتباكات في ميدان التحرير. هقول لحضرتك الواقعه المحدده. الاصرار وانت بتبرزي في الخط الخبري لما تقعدي تتكلمي على المؤامرات الخارجيه يعني تبرزي ده. حدثني عن النيل الاخبار، يعني نحن على شاشه النيل الاخبار، حدثني عن اداء النيل الاخبار منذ اليوم الاول من الاشتباكات بين المتظاهرين. انا من متابعي النيل الاخبار منذ اليوم الاول من الاشتباكات. كل الكلام اللي هل وصفنا المتواجدين بالميدان توصيفا خاطئا؟ هل حاولنا أن نعتم ما يجري في ميدان التحرير؟ هل حاولنا أن نوجه ضيف إلى ما لا يريد أن يقوله؟ لا، توجهوا ضيف ده في النوايا ما اعرفش، انا مش قاعد معاكم. لا، من خلال متابعاتي التغطية المنحازة هي ان انا ابرز حاجة واخفي حاجة. التغطية المنحازة ان يبقى في ناس بيتقتلوا وعنف مفرط في التحرير واظل صامتا اتكلم على حاجات تانية. التغطية المنحازة ان انا الحاجات اللي بتيجي من الداخلية على الناس الغريبة اللي تقابل الكائنات الفضائية اللي في التحرير. انا لا اريد ان اكون في موقف دفاعي، ولكن خالص ما ولكن فعليا قلنا ان هناك تضارب في التقديرات لضحايا من المصابين او القتلى. كان هناك اشاره الى ان هناك نوع من انواع الاسلحه المحظوره التي تستخدم، او غازات سامه او غازات منتهيه الصلاحيه، وطرحنا الراي الاخر الذي ربما ينافي ما يروج حول ذلك الامر. يعني الحكم هناك استفادة كبيرة جدا من دروس الماضي وتناول ثورة 25 يناير وما شابهها. الحكم في ايد الجمهور. يعني لا انا لجنة متابعة الاداء الاعلامي ولا حضرتك في محل الدفاع. انا بقول لحضرتك، بأذكركم ان الحكم بيتخذ في ثانية. بيعمل كده، يلاقي كلام يراه المشاهد كلام منحاز او كلام فارغ بيروح قال. كويس؟ فانا حرصا على وقتكم وعلى وقتي بقول لحضرتك خلينا نراعي ان احنا تلفزيون الشعب المصري.
لا احنا تلفزيون وزاره الداخليه ولا تلفزيون المجلس الاعلى للقوات المسلحه ولا تلفزيون الاستبداد مفهوم. اللي احنا كلنا عايزين نطلع منه. مش وارد ان تكون هذه تركه ثقيله طبعا. ميراث من جراح لم تضمد بعد من ممارسات النظام السابق والاداء أكيد. الاعلامي في فتره ثوره 25 يناير، ولكن الان المساله اختلفت. المساله تبدا في الاختلاف. وانا اعتقد انه العاملين في الجهاز نفسه زيهم زي كل المواطنين وبيشعروا بنفس اللي بيشعر به المواطن وليس لدي شك في ذلك. الشاشه الان تنقل ما يحدث في ميدان التحرير ليس كما كان في الماضي. ما انا بقول لك هذا مثال على الاستفاده من الاخطاء السابقه، وانت معنا الان على هواء تقول كل ما يحلو لك. انا بقول كويس، ما انا بقول لحضرتك، ما انا عشان انا على يعني انا بقول لحضرتك انه في تطور اكيد طبعا، ولكن احنا بنبص دلوقتي على ده وبنبص على القنوات الاخرى. لما نلاقي ده كلام منحاز immediately مش هنقعد نقول لا ده هم احسن من يناير، ما احنا عارفين انه احسن من يناير، بس هذا الكلام يروح للجنه المتابعه الاعلاميه. المشاهد بيقرر في ساعتها. في كنترول سياسي على الاعلام في مصر، والا ما يبقاش عندنا وزير اعلام. هو اسامه هيكل ده امال بيعمل ايه؟ ما هو بياخد مرتب علشان كده. فانا بنقول له يا استاذ اسامه الحكومه استقالت، لما يبقى ان شاء الله في وزير اعلام جديد اذا جه افتكر ان احنا معانا ده. للاسف يا السفير، للاسف المتابعات على الهواء لا تعاد ولا تسجل، لكن هناك برامج الاربع ايام اللي فاتت ودي وثائق ومسجله. هذا هو الماضي القريب. الان أنا بقول لك الان قل ما يحلو لك وقراءتك للمشهد المصري الان. ننتقل بقى للمشهد. المشهد زي ما احنا شايفين حضرتك احنا بنواجه ازمه، الحقيقه انها ازمه خطيره جدا وازمه ملتبسه، وفي تقديري وزي ما قلت قبل كده انه دي اخطاء